عطلة الصيف اقتربت وشينا بتقول عطلة طويلة قوي. بيرد عليها فوجي: هو انت مش بتحب العطلة؟ بترد عليه: العطلة بتاخد وقتي ومش بعرف اصلا اروح لأي مكان. هنا بتقول: هو انت فاضي يعني؟ بيرد عليها: طبعا. بتقول له: مادام كده هختار. وبيقول لها: لازم تستخدمي الورقة دي يعني؟ بتقول له: طبعا، نسيت لما قلت لي اقدر اطلب منك اي حاجة. بتقول له: ممكن تخصص لي بس يوم واحد في الاسبوع؟ بيرد عليها: طبعا، اصلا انا بحب نخرج مع بعض. وبتقول له: مادام كده هنشوف هنروح على فين. وبيقول لها: هو انت قررتي هتروحي على فين؟ بتقول له: لسه ما قررتش. هنا بتقول له: اصلا اي مكان هحبه، المهم نكون مع بعض. وبتقول له: هو انت ايه المكان المناسب ليك؟ بيفضل يبص عليها كده وبيقول لها: خايفه اقول لك بس تضحكي عليا. بتقول له: يلا بسرعه قول لي. بيقول لها: في مكان القطط، يعني مقهى القطط. طبعا شينا بتحب الحاجات دي وبتقول له: بجد؟ خلاص خلينا نروح، وكمان نروح لمكان تاني. بيقول لها: هنروح لكل الاماكن دي. بتقول له: انا كده متحمسه. تاني يوم بتيجي عندهم يوري، وطبعا ده اول يوم عندها في الدرس، هتعلمها على الطبخ شينا. وبتقول له: ضيفنا هيفضل واقف كده. بيقول له: هو انت هتحضري الفطور يعني؟ هو انت نسيتي الجريمه لما عملتي شوكولاته في عيد الحب؟ بتقول له: هو انت ما نسيتش؟ اصلا ده بس مغلب علشان اربيك. وبيقول لها: ممكن تطبخ اكل زي العالم والناس. وبتقول له: خلاص خلاص ما تخافش، اصلا معايا الشيف شينا. وبتفضل تبص عليها وهي بتطبخ. طبعا كان بيبص عليهم لغاية خلاص ما نام. هنا بتلاقيه قدامه وبيقول لها: هو انت اللي طبخت الاكل؟ قولي لي بيني وبينك. رد عليه: ممكن تبعد شوية. وبيعتذر منها ان هو ما كانش قصده. اما يوري بقى مستجمة معاهم وبتقول لها: اكيد لما بيقرب منك بيرتاح، انا متأكدة. شينا بتقول لها: يوري، وهو بيقول لها: يوري ممكن تسكتي؟ بتقول له: اصلا انتوا واضح عليكم بس انتوا بتحبوا تخبوا. وبيقول لها: وانت ليه بتبصي لي كده اصلا؟ بتقول له: انت اللي بص لنفسك، ازاي بتبصي لي؟ خوفتني على فكرة. وبتقول لها: خلاص خلاص ما تتكلميش كده معايا. بس بيقول: هي شينا ليه شكلها كده؟ ولما بيروحوا الاكل بيفضل يبص في الاكل كده وطبعا شكله يشاهي. وبيقول لشينا: هو الاكل جميل، انت متاكده؟ بتقول له: خلاص على ضمانتي. بيقول لها: مادام كده هاكل، وطبعا بيحب الاكل. هنا خلاص يوري قالت لهم: هروح دلوقتي. وبتقول لها: اشوفك مره تانية. قبل ما تكمل الكلام بتكون راحت. ايه قله الادب دي؟ هنا بتفضل تبص عليه وبتعتذر منه علشان عملت له مقلب. وبتقول له: يوري ملهاش اي علاقه. وبيقول لها: ايه ده؟ ايه المقلب ده؟ وبتقول له: لما كنت نايم انا كنت بلعب بشعرك وكمان كنت بلعب بخدك، علشان بصراحه انت لما بتكون نايم بتكون لطيف. بيقول لها: هو ده المقلب؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ خليني اجرب انا كمان. شينا بترتخي وبيقول هي مسترخيه خالص وطبعا بتكون كيوت. هنا بتقول له: خلاص بكره هنخرج صح؟ وبتسأله السؤال الغريب ده: إذا هو بيحب البنت المتحفزة أو الناضجة. بيفضل يبص عليها كده وبيقول لها: إيه ده؟ إيه السؤال ده؟ بتقول له: يلا بسرعة لازم تجاوب على فكرة. بيرد عليها إنه يمكن الناضج هيخلي جمالك يبان. وبتقول له: هو أنت إزاي بتقولي كده؟ بيقول لها: هو أنت مش سألتيني السؤال ده؟ خلاص خلاص، أظن المتحفزة. وبتقول له: خلاص خليك على كلمتك، بكرة هتندم علشان هخليك تضعف. وبيقول لها: يا ريت ما تزعلينيش ها؟ بتقول له: ما تخافش، هحاول على قد ما اقدر ان انا ازعلك. يقول: ايه ده؟ وانا قلت حاجه يعني علشان تزعلي؟ رد عليه: انا مش زعلانه، بس زي ما قلت لك هعمل جهدي عشان ازعجك. تاني يوم بتروح عنده البيت وبيتفاجئ من منظرها. بيقول مع نفسه: ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ بيقول لها: وانت رفعتي شعرك؟ بترد عليه: ايوه، مش انت هتاخدني لمكان القطط؟ علشان كده رفعت شعري، عايزه اخد راحتي وانا بلعب مع القطط. وبيقول لها: يلا خلينا نروح علشان اليوم هننبسط مع بعض. وبياخدها الاول مشوار. هنا بيجيبها للمكان ده وطبعا هي بتحب دباديب القطط وبتقدر ان هي تكسب القطة دي. وبيجيبها كمان المكان القطط ده. كانت مبسوطة جدا وهي بتلعب مع القطة دي بتهرب منها. شينا طبعا بنت حساسة وبتزعل، بتقول: اكيد ما حبتنيش. بيقول لها: مش ضروري تحبك من اول لحظة يعني، لازم تتعود عليكي. القطة دي بتنط على رجلها وبتتفاجئ شينا. بتقول له: دي مسترخية خالص. بيقول لها: طبعا، مش قلت لك لازم صبر علشان يتعودوا عليكي؟ وبتقول له: بس انت القطة بتاعتك مسترخية خالص. بيرد عليها: علشان انا عندي تجربة مع القطط. بتقول له: هو انت بتسمعني كلام ولا ايه؟ قصدك ان انا قطه صح؟ بيقول لها: مش قصدي كده خالص، بس القطه لما بتضحك بتاكد لها، يعني بتقول لها ان انت بجد زي القطه. وعلشان يراضيها لازم يجيبها للمكان ده وبيعزمها على فنجان نسكافيه. وبتتفاجئ لما بتلاقي القطه دي. بتقول له: دي جميله جدا، ازاي هشربها؟ بيرد عليها: ده بس فنجان لازم تشربيه. وبتقول له: خلاص هحاول، مع انه قلبي مش مطوعني يا حبه عيني.
هنا بتشرب وبتغمض عينيها بس بيصورها وبيقول لها عندك شوارب. بتقول له ازاي صورتيني كده؟ بيقول لها بس هي حلوه، بس لو تحبي هحذفها. بتقول له خلاص ما دام عجباك سيبها. وبيجيبها هنا بيقول لها الفستان جميل تقدري تقيسيه لو تحبي. هو بيستناها بيجوا البنات دول وبيقولوا له لو لوحدك خلينا نقعد في مكان، وبتطب عليه شينا بتعتذر منه علشان اتاخرت. اما البنات مصدومين وهو كمان متفاجئ من ردة فعل شينا. هنا بتديه القطه اللي هي كسبتها وبتقول له انت كمان اديتني هدايا كتيره. بيقول لها كده هحسه كانه انت بتديني في المقابل كمان. بتقول له لو ما قبلتهاش هزعل منك. بيقول لها خلاص خلاص هقبلها بس مش هنيمها جنبي ها. بتقول له بس كده ممكن ما تكسفنيش. وبيقول لها خلاص خلاص. بيجي علشان يواسيها ان هو يحط ايده في راسها. وبيجي كادوكي بيقول لهم اسف علشان قطعتكم، ما كنتش اعرف ان انت عندك حبيب. يفضل يبص على فوجي وبيقول له كاني اعرفك انت فوجي صح. وبيقول له خلاص خلاص انت كشفتنا. هنا بيقول لهم يعني انتوا جيران. بصراحه زي ما قال اتسيكي لما بتلبس وبتظبط نفسك كده مفيش حد يقدر يعرفك، بتبقى شخص تاني خالص وسيم وجميل وكأنك مش فوجي اللي معانا في المدرسة. فوجي بيقول له قصدك ايه؟ بصراحة من كلامك كأنك بتتمسخر عليا. بيقول له بجد ما كانش قصدي، حتى لو عايز نسأل شينا. بيقول له هو بجد بيتغير صح؟ وبتقول له بصراحة ايوه عندك حق. دوكي بيقول له ما توقعتش ان انا هكشفهم بالسرعه دي. شينا بتطلب منه ان هو ما يقولش لاي حد ان هو شافهم مع بعض وكمان قريبين من بعض. بيرد عليها انا مش زي الاشخاص بيكشفوا الاسرار، بالعكس مش عايز اخسر فوجي. هنا بيعتذر منها وبتقول له مالكش علاقه، بالعكس انا اللي طلبت منك ان احنا نخرج مع بعض. بيرد عليها كويس انه كادوكي هو اللي شافنا علشان شخص طيب ومحترم. بترد عليه على فكره انتوا شبه بعض. هنا بيقول لها اشك ان انا قريب من مستواه وبتزعل منه. تقول له هو انت ليه دايما بتقلل من نفسك؟ على فكرة لازم تكون واثق من نفسك خصوصا وانا جنبك. تاني يوم بيتقابل مع اتسيكي وكادوكي. هنا بيقول له ممكن تكلمني عن علاقتك مع شينا اكتر واكتر. بيرد عليه بجد علاقتنا مختلفة. اتسيكي بيقول له ايوه بالامارة دايما معاه في البيت وبتحضر له الاكل. كادوكي بيتفاجئ. فوجي بيقول له ممكن تسكت؟ بيقول له في النهاية كل حاجة هتنكشف علشان كده الافضل تقول لنا دلوقتي. وبيقول له كادوكي ايه ده هو انتوا عايشين مع بعض يعني بتتدربوا على الزواج؟ بيقول له فوجي حتى انت. بيرد عليه يعني انت مش بتحبها؟ اتسيكي بيقول هو ده الكلام المظبوط. فوجي بيقول طب لو كنت بحبها هيجرى ايه؟ لما بيرجع البيت بتخبي وراها التليفون وبتقول له هو انت مش وراك كان ازاي؟ بيرد عليها كان زفت. الاسئله بتاعتهم نازله زي المطر. وبتقول له اكيد تعبت. هنا بيقول لها هو انت مخبيه وراكي ايه؟ بتقول له هو انت مش هتزعل؟ مامتك بعتت لي صور. وبيقول لها اديني اشوف الصور. انا عارف مامتي. هنا بتقول له بس كنا بنتكلم كده وبعتت لي الصور. وبيقول لها نوع الصور ازاي؟ انا عارف ان مامتي غبيه واكيد بعتلك صور مش كويسه. رد عليه مش هديك التليفون. وبيفضل يحاول معاها وطبعا هي بتقاوم هوب بتقع وبيقع فوقها وبتفضل نظرات رايحه جايه بينهم. هنا بيغير الموضوع بيقرصها من خدها وبيقول لها بجد شكلك غريب. وبتقول له هو انت بنت واقعه وانت ماسكها من خدها وما لقيتش اي جمله تقولها غير الجمله دي. وبتقول له خلاص دلوقتي تقدر تفتش التليفون زي ما انت عايز. بيعتذر منها وبيقول لها دلوقتي بفكر في حاجات تانية. بتقول له انت بجد واحد غبي. وهي كمان بدأت تفكر يمكن تفكيرهم واحد. ولحد هنا بيخلص الملخص بتاعنا. يلا سلام.